الله أعلم. المهدي يعني هو رجل من أمة محمد، والمشهور أن المهدي يعني من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن، من ذرية الحسن بن علي، وقيل من ذرية الحسين بن علي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء عند أبي داود أن اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. ولذلك ظن كثير من أهل العلم أن محمد بن عبد الله بن الحسن الذي لقب بالنفس الزكية أنه كان هو المهدي، لأن اسمه على اسم النبي، وهو من أولاد الحسن من أولاد فاطمة رضي الله عنها. فهو رجل صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من ذرية فاطمة رضي الله عنها. أما أين سيخرج الله أعلم، لا يعلم من أين سيخرج. هو يعني رجل قد جاء في بعض الروايات يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني يكون من عامة الناس، ثم بعد ذلك يفتح الله على قلبه وتجتمع الأمة عليه. وهذا المهدي يعني طبعا نحن كأهل سنة إذا خرج هذا المهدي ينصر طبعا إذا ثبت عندنا أنه هو المهدي. نعم. بالنسبة لأهل الكتاب، النصارى من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم النصارى واليهود. عندما يطلق أهل الكتاب فالمراد به اليهود والنصارى، هؤلاء أهل الكتاب. حين يقال فالنصارى هم من أهل الكتاب، وليسوا هم كل أهل الكتاب، وإنهم جزء من أهل الكتاب، والجزء الثاني هم اليهود. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. أما بالنسبة للمسيحيين اليوم فهم من أهل الكتاب، من النصارى، يعني هم يسمون أنفسهم مسيحيون نسبة إلى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نسميهم نصارى نسبة أيضا إلى قولهم إنا نصارى. لما اتبعوا عيسى قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. طيب، فالقصد أن لكن التسمية الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة كلمة نصارى، ولو سميناهم مسيحيين ما يضر، حسب أنهم ينتسبون يدعون نسبة إلى المسيح كما يدعون أنهم نسبة إلى نصرة عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن الأقوى والأظهر أن نسميهم نصارى كما سماهم الله وسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة متزوجة برجل لم تعد تريده، هي لا تريد هذا الرجل ولا تحبه، ولكن عندها منه أولاد، وتقول أنا سأطلب الطلاق، إن لم يكن فالخلع، لا أحب أن أعاشر هذا الرجل أبدا. فيأتيها قوم فيقولون طيب البنت ستأتي تخطب، فيقولون أمك مطلقة، أمك مختلعة، فمن الممكن أن تبقين معه. تقول خلاص إذا أصررتم علي أن أبقى ليس له عندي حق في الجماع. فيتجهون إليه، هل ترضى أيها الزوج أن تتنازل عن حقك في معاشرة زوجتك حتى لا تختلع منك، حتى لا تطلق منك أو لا تختلع منك؟ فيقول خلاص أنا موافق، فلا مانع من ذلك أيضا. فإن جاء شخص وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فنقول إنهم تصالحا على عدم الجماع أو أن المرأة ليس أمامها إلا الفراق، هي اختارت الخلع، وهو رضي قال لا تختلعي مني وابقي معي ولك ما تريدين. فالصلح خير بصفة عامة، الصلح خير بصفة عامة في هذه الأثناء. فتقول أحيانا إذن أنا موافقة بشرط أن يتنازل عن حقي في الاقتراب مني أو سأختلع، فهو بين الخيارين، إما أن تختلع منه وإما أن تبقى معه دون أن يقربها بجماع. فهو اختار أن يبقى معها دون أن يقربها بجماع، إبقاء على المعاشرة بينهما وعلى دوام المعاشرة بينهما وحتى لا يتشتت الأولاد. فمثل هذا والله أعلم جائز، وبالله تعالى التوفيق، وإلا ستختلع المرأة، وربي قال والصلح خير. فقدموه له فما شرب الخمر ولا أكل الخنزير، فأخبر الملك فقال ادعوه لي، شغله
بعزته شغل الملك كأن ما عنده شغل إلا هذا الرجل، فجاءه فقال: ما لك لم تأكل ولم تشرب وقد منعت من الطعام أياما؟ قال: أما إنه قد أذن لي فيه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويجوز للإنسان إذا بلغ به الجوع إلى الهلاك فإنه يجوز له أن يأكل لحم الخنزير ويجوز له أن يشرب الخمر. قال: فما منعك إذن؟ قال: ما أردت أن أشمتكم بالإسلام، أموت ولا تشمتون بدين الله تبارك وتعالى. فقال له الملك حينئذ: قبل رأسي وأخرجك، قدم أي شيء، تنازل عن أي شيء. قال: قبل رأسي وأطلقك. قال: تطلق جميع الأسرى. قال: أطلق جميع الأسرى، قبل رأسي. فجاء وقبل رأسه ووفى له الملك فأطلقه وأطلق جميع الأسرى. فلما دخل عبد الله بن حذافة على عمر وأخبر عمر بما وقع لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قام إليه عمر وقبل رأسه، ثم قال: عزمت على كل من يرى أن لي عليه طاعة أن يقوم ويقبل رأسه. عزة، من أين جاءت هذه العزة؟ ينتمي لهذا الدين العظيم، يشعر بالفخر، يأبى الذل، يأبى الهوان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أما بالنسبة لطعام أهل الكتاب فكما قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، فإذا ذبحوا ما لم نحضر الذبح ونسمع مثلا باسم المسيح أو باسم موسى أو شيء يعني من الكفر لا نأكل. أما إذا لم نسمع وجاءتنا ذبائح وقيل هذا ذبائح يهودي أو نصراني فالأصل أنها تؤكل ولا شيء في ذلك أبدا. وكل ما ذكر اسم الله عليه، قصدك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هم لا يذكرون في الذبح، هم لا يذكرون. حتى المسلم قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حتى المسلم يعني إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته، لكنك تأكل ذبائح المسلمين انك ما تدري ذكر اسم الله عليها أو لا. صحيح؟ يعني الآن كثير من المسلمين الآن يعني مثلا الحين أبو عبد الرحمن الآن جزاه الله خير لو ذبح ذبيحة ودعانا مثلا هو مسلم ونحن عندنا الأصل أنه ذكر اسم الله عليه، لكن ما نسأله هل ذكرت اسم الله عليها أو لا. لماذا؟ أنه مسلم والأصل أنه ذبحها لله تبارك وتعالى فنأكل منها، هذا هو الأصل عندنا. كذلك النصراني إذا ذبح الذبيحة وقدمها له ما نسأله إلا إذا حضرنا مثلا عند المسلم وذكر غير اسم الله، أو حضرنا عند النصراني وذكر غير اسم الله، هنا يدخل في آية أخرى وهي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق فيه هناك بين اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم. وضحت؟ أي نعم.